من اللاحق والموجود لأن له دعاة وله جماهيره وله ناسه. الدعوة السلفية لا بد أن نعرفها أنها ليست هي الدعوة السلفية التي تقتصر على بدع كانت سابقا ولا تتحدث عن البدع التي حلت الآن. ولذلك تجد أن العلماء كالشيخ بن باز، الألباني، ابن عثيمين، الشيخ ربيع، الفوزان، ابن غديان، الحيدان وغيرهم كثير من العلماء كلهم تجد أنهم عندما خرجت الديمقراطية وخرجت القومية حذروا منها وبينوا حكمها، وعندما خرجت العلمانية حذروا منها وبينوا حكمها. واضح ولا؟ وعندما خرجت هذه الجماعات البدعية في هذا العصر كجماعة الإخوان أو التبليغ أو غيرها من الجماعات حذروا منها وبينوا حكمها، وعندما خرجت القاعدة وداعش حذروا منها وبينوا حكمها. إذن يجب علينا أن نلتزم بالتحذير مما كان عليه بالتحذير من البدع السابقة، كما يجب أن نبين خطر البدع اللاحقة وأيضا نبينها ونحذر منها. إذن فهذه الدعوة، دعوة التوحيد السلفية، هي دعوة لحماية هذا الدين من البدع والأهواء والضلال والكفر والشبه والإلحاد، من الشبهات والشهوات. الحقيقة أن الدولة الأموية عندما قامت علماء السنة قاموا بهذا، فكانوا يبايعون ولي الأمر، وإن رأوا منه خطأ نصحوه سرا كما هي السنة، من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية، ولا كانوا يثيرون الناس على الخروج على ولاة أمرهم، ولكنهم في نفس الوقت كانوا يحافظون على الدين بغض النظر هذا الدين أراد أن يغيره حاكم أو محكوم، هذا الدين أراد أن يدخل فيه بدعة حاكم أو محكوم، فكانوا يحافظون على الدين وعلى حكم الله أن يبقى، وأن يعرف الناس أحكام الله في عباداتهم وتوحيدهم ومعاملاتهم وسياستهم وأخلاقهم ودعوتهم وجهادهم. عندما أتت الدولة العباسية نفس الشيء، تجد أن علماء أئمة الإسلام في الدولة العباسية على مدى قيامها أكثر من 600 عام تقريبا كانوا نفس الشيء، يقومون بالذب. أحمد بن حنبل، الشافعي، الإمام مالك وغيره كلهم، ومن بعده من الأئمة، وشيخ الإسلام تيمية في دولة المماليك بعد ذلك. تجد أن علماء السلف كانوا يحذرون أيام الدولة العباسية. نعم، حافظوا على عدم الخروج، حافظوا على عدم الثورات، أنكروا على الخوارج في زمن الدولة العباسية، أنكروا على دعاة الثورات لأن هذه خالف الكتاب والسنة، فلنا حنا ميزاننا الواضح في هذا الموضوع، لأن هذه المسألة نصية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه، قالوا ألا ننبذهم يا رسول الله؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة. وقالوا ألا ننبذهم يا رسول الله؟ قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. كفرا بواحا أي ظاهرا واضحا، ليس مجموعة تجتمع في غرفة وترى الكفر ثم تلزم الناس وتقاتلهم بناء على ما رأتها في غرفتها والعلماء كلهم لا يرونه كفرا، هذا ليس بواحا. واضح ولا؟ إذن فنجد أن أثناء الدولة العباسية كذلك العلماء حافظوا على بيعتهم، لكن حافظوا على الدين. وإذا أراد حاكم أن يدخل في الدين ما ليس منه بينوا للناس أن هذا ليس من الدين، دون الدعوة إلى الخروج أو الثورات ما دام أنه لم يقع في الكفر البواح. كذلك في عصر دولة المماليك نفس الشيء، تجد أن الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن كثير والذهبي وغيرهم من أهل العلم كلهم كانوا يذبون عن الكتاب والسنة ويردون على البدع والأهواء، سواء كان يتعلق في توحيد الأسماء والصفات أو في توحيد الألوهية أو في الربوبية، أو سواء ما كان يتعلق في نظام الحكم. ولذلك الشيخ الإسلام تيمية ألف كتاب السياسة الشرعية لكي يبين ما هي السياسة الشرعية وما هي السياسة الغير شرعية، وبين ما هي واجبات ولي الأمر وما هو الشيء الذي يجب أن يفعله. كذلك ابن القيم أشار إلى إشارات كثيرة في هذا الباب. واضح ولا؟ وغيره، بل ألفت كتب في الأحكام السلطانية للماوردي وابن فراء الحنبلي وغيرهم، كل ذلك لبيان هذا الباب، كما ألفت كتب في بيان توحيد الأسماء والصفات والتحذير من البدع والفرق التي خالت في هذا الباب، في باب القدر، في باب الإرجاء، في باب مسائل الإيمان، غير ذلك تجد أن هناك كتب ألفت في هذا. عندما بعد ذلك أتت الدولة العثمانية، ثم بعد ذلك أخذت تتوسع وأخذت تكبر وأخذت تزداد أيضا بعض الفتوحات. وأيضا عندما دخل التصوف في الدولة العثمانية ودخلت الأشعرية في الدولة العثمانية، تجد أن العلماء الذين عاصروا الدولة العثمانية لم يصمتوا، بل بينوا بطلان التصوف وبينوا بطلان التمشعر وبينوا بطلان التعطيل وبينوا بطلان الطرق الصوفية التي كانت منتشرة في الدولة العثمانية كالطريقة المولوية والطريقة النقشبندية، وكذلك كان عندهم تمجيد للحلاج وابن عربي، حتى أنهم يرون أن ابن عربي الأندلسي هو كان الشيخ طغرل الذي هو كان أب عثمان اللي هو مؤسس الدولة العثمانية، أن الشيخ الذي كان يمده
هو ابن عربي الأندلسي. وهذه يتبجحون بها ويذكرونها في إعلامهم وكذا. إذن فنجد هنا أن عندما قامت هذه الدولة لم يدعوا إلى ما يثير النعرات وغير ذلك، ولكن دعوا إلى التوحيد. وإذا كان ثم حكم غير شرع الله يبينه ليس من حكم الله عز وجل، وأن هذا ليس دين الله عز وجل، إذا كان في التوحيد أو في الأحكام أو غير ذلك. عندما قامت الدولة السعودية الأولى وهي تعيش في هذا المكان في الجزيرة العربية، تجد أن هذه الدولة عندما قامت على الدعوة والدولة، قامت على الشيخ والأمير، قامت على العالم والحاكم. فهذه الدولة قامت على ما قام عليه غيرها من الدول السابقة التي كانت مشهورة بدول الإسلام العظيمة، فقامت على دين وقامت على سياسة مبنية على هذا الدين، قامت على علاقة وثيقة بين عالم شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، وقامت على علاقة بين أمير وهو الإمام محمد بن سعود رحمه الله جميعا. هذه الدعوة طبعا طبقت شرع الله، وكان دستورها الكتاب والسنة، وأحكامها وقضاتها يحكمون شرع الله، سواء في الدولة السعودية الأولى وفي الدولة السعودية الثانية وفي الدولة السعودية الثالثة. ولم تواجه الدولة السعودية الأولى أو الدولة السعودية الثانية ما واجهته من الحملات التي أدت إلى سقوط الدولة السعودية الأولى أو إلى ما حصل في الدولة السعودية الثانية من حملات عثمانية أو غيرها، إلا من أجل التوحيد والسنة. لازم تعرفوا هذا. عندما انتشر التوحيد والسنة وجد أولئك أن هذا يخالف ما هم عليه من عقائد صوفية ونقشبندية وتعطيل، مثل ما فعل الأشاعرة بن تومرت في دولة الموحدين عندما قضى على دولة المرابطين السلفية. قام وقضى على دولة المرابطين لأنه يراها دولة غير شرعية، فلا بد أن يقيم دولة سماها الموحدين كذبا وزورا، ولا هم معطلة، واضح ولا؟ ثم أخذ يقتل بعلماء التوحيد في ذلك الزمان. إذن فنجد أن هذه الحملة التي حصلت، حملة العثمانية عن طريق واليهم في مصر علي وغير ذلك ومن كان من بعده، إنما كانت فقط من أجل إيقاف هذا المد وهذه الدعوة. لأن هذه الدعوة عندما تمكنت من مكة والمدينة ألقت كل مظاهر الشرك وألقت كل مظاهر التعصب المذهبي، فهم غضبوا من هذا، لأن هذه المظاهر كانت موجودة عندما كان السلطان للحكم العثماني. فعندما قامت هذه الدعوة وقامت هذه الدولة، هي ما هي الدعوة؟ هي عبارة عن دعوة في سلسلة الدعوات السابقة كابن تيمية وابن القيم وقبله أحمد بن حنبل كذلك. إذن هذه الدعوة هي عبارة عن دعوة تجديدية، هي غير مقطوعة عن الآخرين. ولذلك لابد دائما أن نربط هذه الدعوة، دعوة محمد عبد الوهاب، دائما نربطها بالسلف الصالح، ودائما نربطها بما عليه السلف الصالح، لا نستقطعها كما يريد أعداءنا. أعداءنا يريدون أن لا نتكلم من محمد عبد الوهاب وبعد محمد عبد الوهاب، هذا خطأ كبير. محمد عبد الوهاب ليس بدعا عن غيره، محمد عبد الوهاب هو في سلسلة المصلحين الذين على السنة والكتاب. لأن كلما ربطت محمد بن عبد الوهاب والدعوة السلفية وأئمة الدعوة بما كان عليه السلف الصالح، كلما كان ذلك أدعى لها للقبول والبركة والخير. وكلما استقطعتها بأنك تجعلها لوحدها لكي تتخذ منها أي طريقة معينة لسبب معين، فإنك في هذه الحالة تضرها. لأن الناس عندما طعنوا بدعوة محمد عبد الوهاب ماذا قالهم الناس؟ قالوا محمد عبد الوهاب لم يأتي بجديد، هذا كتاب التوحيد وهذه كتب شيخ محمد عبد الوهاب. هل هي تخالف الكتاب؟ هل هي تخالف السنة؟ هل هي تخالف ما عليه الصحابة والتابعين؟ إذن فلذلك لا بد أن دروسنا تكون في كتب السلف وكذلك كتب أئمة الدعوة، ولا نقتصر فقط على كتب أئمة الدعوة ونترك كتب السلف في التدريس، هذا خطأ كبير. إذا نجد أن هذه الدولة عندما أتت الدولة السعودية الثالثة، طبعا الدولة السعودية الثالثة بدأت تواجه مشاكل أكبر من مشاكل أخرى، لأن الدولة السعودية الثالثة بدأت تدخل عندنا المدرسة العلمانية في السياسة الليبرالية، نتائج الثورة الفرنسية وغير ذلك الذي غيرت دول أوروبا وبريطانيا وغيرها. فأصبح نحن كمسلمين والدولة السعودية كدولة وكدعوة أصبحت تواجه نشاطا وتوجها لتغيير هذه الدولة. هذا التوجه لم يقتصر على نشاط صوفي أو نشاط أشعري أو نشاط رافضي صفوي، لا، أصبح هذا النشاط يأتي من الغرب عبر أحزابه. فواجهت الدولة السعودية الحزب الاشتراكي، وواجهت الدولة السعودية الحزب الشيوعية، وهذا الحزب الاشتراكي هو الذي تقمصه جمال عبد الناصر. فجمال عبد الناصر كان نعم هو قومي
وواجهت الدولة الحزب القومي، لكن كان هذا القومي مبني على النظرية الاشتراكية السوفيتية، ومبني على نظريات ماركس وغيره في باب الاشتراكية. فأرادوا أن يغيروا وأرادوا أن يقيموا ثورة في السعودية. عندما قاموا بثورتهم في ليبيا نجحوا، وعندما قاموا في ثورتهم في سوريا نجحوا وصار حافظ الأسد، وقاموا في ثورتهم في ليبيا وصار القذافي، وقاموا في ثورتهم على الملكية في العراق، ثم بعد ذلك أتى عبد الكريم قاسم، ثم بعد ذلك عبد السلام عارف وأخي عبد الرحمن عارف، ثم أتى صدام بكر، ثم صدام حسين. هؤلاء كلهم نتاج المدرسة الثورية التي كان يقودها جمال عبد الناصر، وكلهم كان لهم علاقة بجمال عبد الناصر. حتى أن اليمن كانت إمامية، ثم توجه جمال عبد الناصر لإسقاط حكم الإمامة وإدخالها في قضية الأحزاب. حاولوا على الدولة السعودية وأنشأوا حزبا في السعودية قوميا، وكانوا يسمون نفسهم الأحرار، وكان بعضهم ينتمي للجيش وسموا أنفسهم الضباط الأحرار نسبة إلى الضباط الأحرار الذين كانوا أيام جمال عبد الناصر. وانتشر ونشأ في السعودية الحزب الشيوعي السعودي، وهذا ترى كله أدلة موجود بأسمائهم، وكانوا مسجونين في الدمام. وكان من دعاة الحزب الشيوعي السعودي علي دميني، وهي ذكرها علي دميني في كتابه زمان للحرية، أزمن الحرية زمان للسجن. هذا الكتاب مطبوع وموجود واطلعت عليه. كان يخبر علي الدميني أنه كان في الشرقية، وأنه أسسوا الحزب الشيوعي، وأنه كانوا يجتمعون في شقق في الدمام، وأنه يقول كنا نذهب إلى الكويت لكي نحصل على المنشورات الحزب الشيوعي الكويتي، لأن تدرون الطليعة كانت هي تنشر الفكر الشيوعي حتى. فيقول كنا نحضر المنشورات وكنا نضعها تحت أقدامنا عندما نأتي مع منفذ الخفتي، وإذا وصلنا إلى الدمام صورناها ووزعناها على أعضاء الحزب الشيوعي. فكان عندنا في السعودية الحزب الشيوعي وحزب العمل الاشتراكي موجود، والحزب القومي والناصري والبعثيين كانوا موجودين، واضح ولا؟ فالذي حصل أن الدولة السعودية الحمد لله عندما كانت متواصلة ما بين العلم والدولة، الدعوة والدولة، أئمة الدعوة كشيخ الإسلام محمد الوهاب ومن أتى من بعده ممن هم على مسيرته في 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 أنهم كانوا يعيشون في الدولة السعودية الثالثة، تجد أنهم واجهوا هذا الخطر. الخطر إيش؟ الخطر الشيوعي، وواجهوا الخطر القومي، وواجهوا الخطر الناصري. لكن عندما سقط الاتحاد السوفيتي أصبحت الكفة الآن العالمية نحو التوجه الليبرالي والرأسمالية التي تقودها أمريكا وأوروبا. فلذلك من تقريبا سنوات، ليست يعني أكثر من 30 سنة، وبدأت تزيد بعد أحداث 11 سبتمبر، بدأت تنتشر عندنا الدعوة الليبرالية والدعوة للرأسمالية. والدعوة الليبرالية هي مبنية على العلمانية، مبنية على العلمانية، أي أن الدين لا علاقة له في الدولة، ومبنية على التعددية السياسية، أنه يجب على الدولة أن تفتح المجال للتعدد السياسية وإنشاء الأحزاب، بحيث يكون في الدولة حزب شيوعي، حزب صوفي، حزب شيعي، حزب كذا، والذي يصل بالأصوات الأكثر والأغلب هو الذي يحكم، هو الذي يضع الدستور، وهو الذي يشكل الحكومة. وهذا ما يغطونه في قضية الملكية الدستورية. نبهنا على الملكية الدستورية وبيناها في مواطن عدة. فنجد أن هؤلاء أصحاب هذا الفكر الليبرالية والديمقراطية كذلك، وهي أنهم يكون نظام الدولة ديمقراطي، والنظام الديمقراطي مبني على علمانية، لأن الحكم للشعب ليس لله، وهذه هي العلمانية. ماذا يريد هؤلاء؟ أرادوا الآن في الآونة الأخيرة نلاحظ بعض كتابهم أنه يريد فك الارتباط بين الدعوة وبين الدولة، ويريد أن يبين أن السعودية لا علاقة لها بدعوة محمد الوهاب، أنها كيان سياسي كان من ضمنه محمد بن عبد الوهاب، كيان سياسي كان من ضمنه الدعوة السلفية، كيان سياسي كان من ضمنه دعوة التوحيد. هذا يكتبه خالد تخيل، وألف كتاب كامل. خالد تخيل الدكتور هذا ألف كتاب كامل موجود عند أحمد بن عبد الوهاب، وكان في اجتماع كبير في قطر قبل كم سنة عن طريق محمد الأحمري وغيرهم، وأتى خالد تخيل وغيره، وكان هذا اجتماع يتحدث عن الدعوة السلفية. وهذا الكتاب الآن طبع، كان ممنوع من الطبع ولكنه طبع، وأنا اطلعت عليه، تجد هذا الكتاب يسعى أن يفك الارتباط بين الدعوة والدولة، وأن الدولة السعودية دولة مدنية ليست دينية. كيف ليست دينية؟ أليست تستمد أحكامها من الدين؟ أليس دستورها الكتاب والسنة؟
ما مفهوم الدينية والمدنية عندهم. هم عندما يقولون مدنية ماذا يقصدون؟ يقصدون أن تكون الدولة قائمة على الديمقراطية وعلى النظم الغربية، لكنهم يلبسونها عندما يقولون نحن نقصد دينية أي ليست الدولة التي لازم لا يحكمها إلا العالم. لا، من قال أن الدولة لازم أن يحكمها إلا العالم؟ هذه الدولة العباسية والدولة الأموية دول إسلامية ما كانوا يحكمونها هم العلماء، ولكن كانوا يرجعون للعلماء ويحكمون شرع الله، وكان عندهم علم. فهؤلاء الآن عن طريق موضوع الدولة المدنية أو عن طريق موضوع الدولة الدينية، هم مقصدهم في هذا ماذا؟ أن يفكوا الدولة السعودية الثالثة عن مصدر قوتها، لأنهم يعلمون أن الدولة السعودية إذا تركت دعوة التوحيد أصبحت كاليتيمة التائهة الذي يأتي يأخذها، فكر ديمقراطي يأخذها، فكر ليبرالي يأخذها، فكر شيعي يأخذها، فكر صوفي يأخذها، لأن الذي أي كيان سياسي ليس لديه عقيدة دينية فإنه يصبح معرض أن يسيطر عليه أي أحد وأي فكر. وهم يريدون هذا. هم عندما يريدون أن يفكوا الارتباط بين الدعوة التوحيد السلفية وبين الدولة السعودية، من أجل ماذا؟ لأنهم إذا أبعدوها عن الدعوة السلفية وعن دعوة التوحيد جعلوها دولة مثل غيرها من الدول، ثم قالوا إن نظام الدول في هذا العصر هو الديمقراطية والتعددية السياسية والانتخابات البرلمانية وغير ذلك. فلكي تكونوا دولة عصرية كما هو حاصل الآن لابد أن تطبقوا هذه الأمور الديمقراطية. انظر مخطط الليبراليين. ولذلك تجد عبد الرحمن الراشد اللي هو رئيس تحرير الشرق الأوسط نزل قبل يومين مقالات خطيرة، حيث ذكر في مقال له أن أردوغان يمثل الإسلام المعتدل. طيب هذا الرجل محسوب أنه يسمونه وطني، الآن يقول أردوغان يمثل الإسلام المعتدل. لماذا عبد الرحمن الراشد يقول أن أردوغان يمثل الإسلام المعتدل؟ لماذا؟ لأنهم وجدوا الليبراليون أنهم إذا وقفوا ضد خطر تركيا على دعوة التوحيد وعلى الدولة أو على الدولة السعودية، أن ذلك سوف يجعل مشروعهم الليبرالي يبطل، لأنه بإبطال ما عليه تركيا هو إبطال لمشروعهم، لأن مشروعهم نفس تركيا وهو دستور علماني ونظام ديمقراطي. فماذا فعل؟ قال إن إسلام أردوغان هو الإسلام المعتدل. طيب الآن بمفهوم المخالفة الدولة السعودية كنظام حكم تخالف الدولة التركية كنظام حكم. إذا معنى ذلك إذا كانت تركيا تمثل الإسلام المعتدل معناته أن السعودية التي دستورها الكتاب والسنة لا تمثل الإسلام المعتدل. هذا واضح. معناته أن قضاءنا الشرعي الذي يحكم بالكتاب والسنة لا يمثل القضاء المعتدل، والقضاء التركي الذي يحكم بالقوانين الغربية هو يمثل القضاء المعتدل، والحاكم التركي الذي يحكم بالعلمانية وبالديمقراطية هو الحاكم المعتدل، والحاكم الذي يطبق الشريعة الإسلامية ليس بحاكم معتدل. انظر مخططهم الخطير، وهم يظهرون أنفسهم أنه معك وأنهم الوطنيون، ولذلك هم يتسترون بستار الوطنية لإنفاذ مشروعهم الليبرالي الغربي لإسقاط الدولة السعودية. مو بشرط تسقط الدولة السعودية أن يسقط الحاكم نفسه، لكن عندما تسقط النظام أسقطت الدولة. عندما يصبح النظام ليبرالي أو ديمقراطي أو غير ذلك انتهت الدولة السعودية. ما فائدة يأتي فلان ويذهب علان؟ إذن هذا هو المخطط الآن الخطير على هذه الدعوة، ولذلك هم يحرصون قدر المستطاع الطعن بدعوة الشيخ سلمان عبد الوهاب والطعن بالدعوة السلفية، حتى يسمونهم السلفية التقليدية. وقصده بالسلفية التقليدية أي أنها السلفية التي ليس لديها العقل والفهم والسياسة والكياسة والفطنة والمعاصرة لهذا العصر، هي مجرد سلفية تقليدية وممكن أن تكون عبء. ولذلك تجد أنهم ماذا صنعوا؟ حاولوا قدر المستطاع سواء أمريكا أو الغرب أن يلصقوا الدواعش والقاعدة وفكر الخوارج بالإمام محمد الوهاب وبالدعوة السلفية كذبا وزورا. هؤلاء هم أئمة الدعوة السلفية كابن باز وابن عثيمين. هل رأوا الخروج على الحكام؟ لا. هل دعوا إلى الثورات؟ لا. هل دعوا إلى قتل الرافضي في بيته؟ لا. هل دعوا إلى قتل النصراني المعاهد؟ لا. هل دعوا إلى التفجير والقتل في بلاد الكفار وبينه وبينها عهد؟ لا. إذن هؤلاء هم وراث مدرسة محمد عبد الوهاب، وهم وراث ما كان عليه السلف الصالح. هذه عقائدهم وهذا منهجهم وهذه فتاواهم في الأحداث التي حصلت. لكن الذين دعوا إلى هذا
في كتبهم كسيد قطب والإخوان المسلمين هم الذين كانوا يرون القتل ويرون التفجير وقتل رجال الشرطة، وحصل هذا عام في الخمسينات وغيرها. لا، هؤلاء لا يذكرون. لماذا؟ لأنهم يريدوننا نحن، لأن الإخوان المسلمين استقر أمرهم أخيرا على أنهم يدعون الليبرالية السياسية وإلى الديمقراطية، من قرضاويهم إلى جميع الكتب التي ألفت الأخيرة ككتب الإخوان المسلمين التي ألفت كلها تدعو إلى الليبرالية وإلى الديمقراطية، وأنه لا بد من الدولة تكون ديمقراطية، وأنه لا بد من التعدد السياسية، ولا بد من حرية تشكيل الأحزاب. وهذا اللي دعا إليه راشد الغنوشي، حيث قال نحن حتى لسنا بحزب إسلامي، وأيدوه. وهذا فكر القرضاوي في فتاواه، موجود الأدلة كل هذا بالنصوص، وكتب ألفت في هذا من كتبهم. وإلى الآن محمد الأحمري شغله الشاغل الآن، محمد الأحمري ومختار الشنقيطي وغيرهم في قطر وفي غير قطر، ونواف القديمي من السعوديين وغيرهم، شغلهم الشاغل هو كيف تحريف باب السياسة في الإسلام، وجعل أن الديمقراطية والليبرالية من الإسلام. ولذلك وقفوا كلهم مع الحكم التركي، مع أنه إيش دستور علماني وديمقراطي، على أنه هو الحكم الإسلامي. كيف حكم إسلامي؟ وهذا هو المخطط الغربي والأوروبي. أوروبا وأمريكا وجدت أن وجود السعودية كدولة تحكم بالشريعة الإسلامية، وهي مرجعية العالم الإسلامي، والعالم الإسلامي ملتف عليها والحرمين فيها، أن هذا سوف يبقى الإسلام دائما قويا. لماذا؟ لأنه له كيان عقدي وله كيان سياسي قائد كدولة. فهم يريدون أن تكون تركيا هي البديل الإسلامي. طبعا من الذي يحلل لهم هذا البديل الباطل؟ الإخوان المسلمين، وفق التوافق والتحالف بين الإخوان وتركيا أنها تدعمهم. تركيا تستفيد من الإخوان أنهم أضفوا عليها الشرعية على رغم علمانيتها، والإخوان يستفيدون من تركيا أنها تدعمهم. واضح ولا لا؟ ولذلك هم لماذا يذهبون؟ هم يرون العلمانية، ما يرون الفساد، ما يرون الخمور، ما يرون كل شيء، ولكنهم هم يريدون أن تدعمهم وتدعم ثوراتهم في بلادهم. لماذا؟ لأنهم فكروا قالوا لو دعم ثوراتنا أمريكا وأوروبا فإن الشعوب الإسلامية إذا ثرنا سوف تقوم علينا وتقول أنتم عملاء لأمريكا وأوروبا، فيريدون أن يكون داعمهم إسلامي، فيعطونه الصفة الإسلامية وأن هي دولة الإسلام تركيا، على أساس لو تدخلت بعدين في ثوراتهم أو آوتهم إذا هربوا يكون هم ذهبوا إلى الإسلام وإلى دولة الإسلام. هذا التخطيط الذي قاعد يحدث. فالآن هم يريدون أن يسحبوا البساط من تحت الدولة السعودية وأن يضعوه تحت أقدام تركيا، لأن تركيا هذا النظام الحاكم فيها هو النظام الغربي، وهي تبكي الليل والنهار لكي تدخل الاتحاد الأوروبي. فهذا هو النظام الغربي، دستور علماني، نظام ديمقراطي، الخمور مصرح بها، الدعارة مصرح بها. إذا ماذا تريد؟ فقط استكر إسلامي كذب وزور وتقية. لكن السعودية لا. ولذلك هم الآن المخطط أن تكون هي النموذج. طبعا هم رأوا مشكلة كبيرة، ما هي؟ أن الإسلام ينقسم إلى قسمين، في شيعة وفي كذا حسب رأيهم هم. فقالوا إذن ندعم إيران لكي تكون هي الدولة الراعية للتشيع، وندعم تركيا لتكون هي الدولة الراعية للإسلام السني كتفكيرهم هم. واضح ولا؟ ولذلك لا بد علينا أن نتنبه إلى الخطر الذي يواجه دعوة التوحيد السلفية ويواجه الدولة السعودية. الدولة السعودية يريدون أن يبعدونها عن دعوة التوحيد وعن الإسلام وعن الحكم بالشريعة الإسلامية وعن الدعوة السلفية وعن علماء الدعوة السلفية وعن أئمة الدعوة وعن ميراث الذي ورثته هذه الدولة من كتب محمد عبد الوهاب وغيره ومن سبقه من السلف. لماذا؟ لكي بعد ذلك يجعلونها منفردة وحيدة بلا داعم ديني ولا عاطفة دينية، حتى يستطيعون أن يستفردوا بالكيان السياسي ويقضوا عليه كما قضوا على الدول الأخرى التي عندما سلبوها وفرغوها من إسلاميتها استطاعوا بسرعة أن تصبح ليبرالية هذه الدول وتصبح بسرعة ديمقراطية. هذا هو المخطط الذي واجهنا. هذا المخطط الذي واجهنا يجب علينا أن نكون نحن بالقوة وبالعلم وبالفهم الذي نستطيع أن نواجهه. لا يمكن أن نكون ونحن يقاتل بعضنا بعضا كسلفيين، ولا يمكن أن يكون ونحن يهدم بعضنا بعضا ويهدم بعضنا جهد البعض الآخر. ما دام أنه سلفي وعلى المنهج السلفي وعلى الكتاب والسنة وأنه مخالف لهذه الأهواء ومخالف لهذه الفرق، إن كان هناك خطأ علمي فالخطأ العلمي يرد للحفاظ على الدين.
لكن ما دام أن هذا الخطأ ليس ببدعة مضللة تخرجه من السلفية، إذن لماذا يحدث مثل هذه الانشقاقات؟ ولماذا يحدث مثل هذه التفرقات التي تؤدي إلى ضعف الصف السلفي في مواجهة هذه الحملة الشرسة من أهل الأهواء والتصوف والرافضة ودولهم والعلمانية والليبرالية ودول الغرب وغير ذلك؟ فلا بد أن نوحد الصفوف على الكتاب والسنة بهم السلف الصالح، وأن نحذر البدع وأهلها، ولكن يجب علينا أن نحافظ على هذه الدعوة وعلى أهلها. هذا ما أردت بيانه، وأنا آسف للإطالة عليكم، وآخر دعوان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في بعض الأنظمة، لكن الدستور لا يتعدى. الدستور نص على أنه علماني، الدستور يقول علماني، وأردوغان قال الدستور علماني، بل أردوغان نصح الإخوان عندما حكموا أن يكون دستورهم علماني. إذن هو يرى العلمانية، وأصلا هو لا يستطيع أن يغير. لماذا؟ لأن الدستور علماني، ومهما أتى حزب فلا بد أن يكون على الدستور. ولذلك والنظام ديمقراطي، ولذلك أي حزب يحكم في هذه الدول متى ما خالف الدستور رفعت عليه قضية إلى المحكمة الدستورية، والمحكمة الدستورية تنظر إلى فعله وإلى موقفه. إذا كان يخالف الدستور، خالف علمانية الدستور أو خالف نظام الديمقراطي في الدستور، فإنها توقفه عند حده. حتى الحاكم نفسه عندهم، حتى الرئيس توقفه عند حده. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي الأهم، هل أردوغان في خطاباته السياسية وفي حياته التي قبل أن يصل للحكم هل كان ينادي بغير الديمقراطية والعلمانية؟ الجواب لا. هو قبل أن يصل الحكم وقبل أن يمسك حزب التنمية الحكم كان ينادي بأنه يريد الديمقراطية ويريد العلمانية ويريد التعددية السياسية. فهو قبل أن يصل الحكم كان على هذا، وعندما وصل الحكم حافظ على هذا، وعندما وقع الثورات نصحهم بهذا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، ادخل على جوجل وادخل على حزب التنمية والعدالة التركي، وانظر هذا الحزب من أين تكون. هذا الحزب يا أخوان أساسه هو مجموعة أحزاب، شيوعيين، اشتراكيين، قوميين، إسلاميين، إخوانيين، اجتمعوا كلهم لكي ينشئوا حزب سموه حزب العدالة والتنمية. ولذلك حزب العدالة والتنمية الموجود الآن في ناس منه كانوا شيوعيين وموجودين على شيوعيتهم، وفي ناس ليبراليين وعلمانيين وهم موجودين، فشكلوا هذا الحزب وركزوا في هذا الحزب على باب الاقتصاد، وهذا الذي جعل الشعب التركي يلتف حولهم. لماذا؟ لأنهم طوروا اقتصاده. وأما باب العقيدة وباب الحكم وغير ذلك فهو علماني ودستوره علماني. إذن فنفس الحزب اللي هم يقول سوف يغير هو نفس الحزب أصلا مبني على مكونات ليبرالية وديمقراطية واشتراكية وغير ذلك. لن يسمحوا لأردوغان لو فكر أصلا، وهو لن يفكر إلا أن يشاء الله، لكن هو هذا أصلا منهجه. هذا الأمر إيش؟ الثالث. الأمر الرابع أن نجد القرضاوي والإخوان المسلمين الذين يقولون أن أردوغان سوف يحول تركيا إلى دولة إسلامية هم ينادون بالليبرالية والديمقراطية ويرون هذا من الإسلام. إذن فالإسلام الذي سوف يحوله أردوغان هو لا يختلف عن هذا الموجود هو عنده الآن، وهو العلمانية والليبرالية والديمقراطية. إذن فما الذي سوف يأتي به؟ إذا كان القرضاوي يفتي بالديمقراطية وأنها واجبة وأن التعددية الحزبية واجبة، وإذا كان الإخوان المسلمين كلهم يفتون بالديمقراطية والليبرالية والتعددية وراشد الغنوشي وغيره، فأردوغان هذا الإسلام الذي هم يقولون سوف يؤسلم تركيا يؤسلمه لماذا؟ أليس الإخوان ما عليه الإخوان المسلمين الآن؟ هؤلاء هم الإخوان المسلمين وهم ليس عندهم دولة، في كتاباتهم الأخيرة ينادون بالليبرالية وينادون بالديمقراطية وينادون بالتعديل السياسي. هذه كذبة. ثم الآن كم سنة صار الحزب حاكم؟ 12 سنة. 12 سنة كونه لم يغير شيء في الدستور، حتى قضية أنه سحب تراخيص الخمور لم يحصل، سحب تراخيص الدعارة لم يحصل. حتى في واحد مرتوت شاب ما أعرفه قال كل درسناه بالسعودية أنه حرام لقيناها بتركيا.
العلمانية حرام، لقينا علمانية. شرب الخمر حرام، لقينا بالبقالات وبالمحلات وبالهذا. الدعارة حرام، لقينا هذا. كيف دولة إسلامية؟ لكن أنا مثل ما قلت لكم، هذا مخطط كبير ترى، والإخوان المسلمين الآن أعلنها وأنا مسؤول عنها. الإخوان المسلمين سواء علم رؤوسهم أو لم تعلم بعض أذنابهم، هم يعملون بكل قوة لتنفيذ المخطط الغربي على تحريف الإسلام من حكم الشريعة الإسلامية إلى الحكم بالديمقراطية والليبرالية التعددية. وكل خطاباتهم الآن، القرضاوي، سلمان العودة، علي العمري، كل خطاباتهم يذكرون لكم آيات وحديث، لكن في الجانب السياسة كلهم يرون الديمقراطية. وأما الإخوان المسلمين مصر ومؤلفاتهم الأخيرة فكلها تقرر الديمقراطية. ومحمد الأحمري صاحبهم الذي يجتمعون الآن فور شباب معه وغيره، والعام كان له اجتماع كبير مع فور شباب، هو من أكثر من ألف الكتب عن الديمقراطية، حتى أنه قال في كتابه جذور الديمقراطية، ولي رد إن شاء الله بعد فترة، أنه ماذا قال؟ قال أن الديمقراطية دلت عليها الفطرة والإنسانية والعقل، وأنها يدل عليها الإسلام، وأن الصحابة لو كانوا هذا لما قالوا إلا بهذا الذي نحن عليه الآن. التوحيد الذي دلت عليه الفطرة أصبحت ديمقراطية اللي هي كفر تدعي الفطرة. فهؤلاء غلاة في الديمقراطية، مجانين في الديمقراطية، مجانين مبهورين في النظام الغربي، كلهم إنما يلبسون. والمشروع والله أنا حلفت الآن من خلال ما اطلعت وخلال ما عندي من بعض الأمور، والله إن المشروع، طبعا المشروع كله لإسقاط آخر دولة بقيت تحكم الشريعة الإسلامية. قالوا ما نستطيع أن نسقطها إلا إذا أقنعنا الناس بديل على أنه إسلامي، وهو ليس إسلامي، وهي تركيا. لأننا لو أسقطناها بالسيف تبقى في عقول المسلمين إعادة إيش؟ الدولة الإسلامية. نحن نريد أن نزيلها من فكرهم، بحيث يكون فكرهم أن ما عليه تركيا هي الدولة الإسلامية، وأن ما عليه نظامها اللي هو النظام الغربي العلماني والليبرالي هو الدولة الإسلامية. من يقوم الآن بهذا المشروع؟ دولة وهي تركيا، وجماعة وهي الإخوان المسلمين ومشتقاتهم، هم كلهم الآن لهذا المشروع، وعلى رأسهم راشد الغنوشي والقرضاوي والأحمري ومجموعة اللي عندنا هنا، الذين بعضهم يحاول تقية يتكلم في الإسلام والحكم الإسلامي تقية، لأنه ما وجد فرصة، ومتى ما وجد فرصة تناظر ولا نزل الموضوع في الديمقراطية، وإذا وجد أن الناس إلى ما تهيأت رجع ثاني مرة. لاحظتم عوض القرني قبل فترة حذف موضوع الديمقراطية الإجرائية، وأن ما فيها شيء، الديمقراطية الإجرائية. إيش ديمقراطية؟ الديمقراطية الإجرائية مبنية على الديمقراطية الكاملة، والديمقراطية الإجرائية نفسها هي ليست من حكم الله، بحيث تجعل الشيوعي والاشتراكي والرافضي إذا وصل للانتخابات بالحكم أنه يحكم الدولة، يحكمنا رافضي بكرة ولا يحكمنا ليبرالي ولا علماني. فإذا وجدوا كذا وكل فترة يحذفون شيء، وهذا هو فكرهم. حتى أن علي العمري في مذكرات سائح يذهب إلى أوروبا يتكلم عن بروكسل، يقول بروكسل هذه الحرية اللي فيها كأنها دولة إسلامية، بلجيكا، وموجود هذا بالدليل من صوته، لأنه يقول فيها الحرية. ثم يذهب عند فرنسا فيقف في فرنسا ويقف عند جدار أو عند دولة أوروبية جدار، فيقول انظروا هذه البلاد وهذه الحرية. هذا كله طلع في برنامج فور شباب، كلام عن بروكسل، عن بلجيكا، عن باريس. يذهب إلى تركيا ثم يبين لك كيف أن تركيا هي التي طبق، وكل كلام اسقاطات على السعودية وحذف كلام على السعودية. هذا مخطط، ترى مخطط كبير. فلا بد على دعاة الدعوة السلفية ودعاة التوحيد من علماء ومن طلاب ومن دولة ومن غيره أن نواجه هذا المخطط، ولا نترك عقول المجتمع وعقل الجمعي للمجتمع وعقول الناس نهبا وينهبه هؤلاء ويسرقه هؤلاء ويضعون فيه هذه المفاهيم والمبادئ الباطلة ويعملون على التغيير. هم كل شعارهم ايش؟ التغيير. والأكاديمية أكاديمية التغيير، وأكاديمية التغيير مبنية على كتاب جون شارب اليهودي اللي كان في الاستخبارات الأمريكية، وهو الذي دعا إلى هذه الثورات كلها، وهو الذي طبق نظامه في الثورات اللي حصلت في أوروبا الشرقية، ثم بعد ذلك أخذ إلى تونس وإلى مصر وإلى غيرها، وأرادوا به أن يكون في السعودية. إذن الوضع خطير، فلا بد على إخواني دعاة التوحيد والسنة والسلفية أن يكون بينهم تواصل، أن يكون بينهم تواد، لأن السيل القادم سوف يقصدهم جميعا. بارك الله فيكم. احنا نقول لهم الآن من باب الرد، لأن
الان نشوف السيل الان تلميع اردوغان وان العلمانيه وان الدوله التركيه هي دوله اسلاميه وان اردوغان رمز وخليفه المسلمين. نحن نرد ما جينا ابتداء نبين او نحرض عليه او فساده في بلده او كلها عن العقيده، دفاع العقيده وخوفا على شباب المسلمين. شوف في فرق بين انك تدعو للثوره في تركيا، وهذا لا نقول به، ولذلك السلفيين كلهم انكروا الثورات لان دم المسلم التركي عندنا حرام. وفي فرق انك تبين ان هذا النموذج الذي يريدون ان يجعلونه هو النموذج الاسلامي الصحيح، لما اعرض على الكتاب والسنه ابينه باطل. مثلا لو ان شخصا انشا بنكا، بارك الله فيك، الله يطول لي عمره، الله يخليه، بارك الله فيك، الله يحفظك، يرزقكم بره. فعندما تتكلم على بنك ربوي الناس يتركونك تتكلم، صح ولا لا؟ ليه؟ لأنه في معاملات ربوية مخالفة. طيب الذي يضع نظاما يقول أن هذا هو الإسلام، وأن الإسلام يجيزه، وأن الإسلام يدعم هذا، وأن هذا هو النموذج الإسلامي، وهو لا علاقة له بالإسلام، هل نتركه يدخل في دين الله ما ليس منه؟ هل نعطي للأجيال بكرة نقول يا جماعة ترى دين محمد صلى الله عليه وسلم هو هذه الدولة الإسلامية؟ هم ما انتبهوا لقضية أن ولي الأمر أنت عندما تقف ما تتكلم عليه، ما السبب؟ لأن الشرع أمرك، لكن عندما يتعدى هو على الشرع لا بد أن تبين هذا التعدي للناس حتى ما يحسب الناس أن هذا من الدين. المأمون عندما تعدى على الشرع وقال بالاعتزال وخلق القرآن، هل أحمد بن حنبل سكتوا وقالوا خلوا خلق القرآن هذا إمامنا، أم قالوا خلق القرآن كفر وسجنهم؟ كذلك هذا مع الفارق بين المأمون وبين هذا، واضح ولا؟ فنحن لابد أن نبين علمانية باطلة وأن نظامه الحاكم هذا باطل، كما أهل العلم بينوا أن خلق القرآن عندما تقول تلزم الناس به كحكم يا المأمون قالوا هذا باطل وهذا كفر، وما دعوا الخروج عليه. لماذا؟ لأنهم لم يثبت عندهم كفره. فهمتوا المسألة؟ فما في وجه مقارنة. مثل الآن واحد جايب لي واتس ناشرة واحد خبل يقول أن أردوغان الآن يقوم بما أمره الشرع لأنه غير قادر. مثله شوف القياس قياس لعب، يقول مثله مثل الذي يصلي قاعد إذا لا يستطيع على القيام فإنه يصلي قاعد. عجيب، هذا الذي صلى قاعد قعوده شرعي ولا مو شرعي؟ ولما كان يصلي قائم شرعي ولا مو شرعي؟ كيف تقيسوا على علمانية كفر أنها يجوز القيام بها والعمل بها؟ أين القياس؟ لكن العوام مساكين طاروا والأخوان المسلمين، يعني أين القياس؟ تقيس شيء مشروع على شيء كفر بالشريعة، تقول أن هذا يجوز له لأن هذا الذي يقدر عليه. طيب هذا يجوز له لأنه يقدر على القعود وهذا مشروع، هذا لأنه يقدر على العلمانية تقول يجوز له أنه يفعل علمانية. يعني هذا قياس مجانين، وصلا بالناس الجهل لهذه الدرجة، لدرجة أنه يقول في المنشور اللي نشروه الإخوان في الواتس وغيرها أن أصلا أردوغان طبق الشريعة. لماذا؟ لأن الشريعة إذا ما استطعت أن تفعل الواجب فإنك يسقط عنك، فهو عندما لم يفعله لأنه لم يستطع سقط عنه. أول شيء من قالك أنه لا يستطيع؟ ثم هذا الذي فعله هل ترك الواجب ولا فعل المحرم؟ هو فعل المحرم، ارتكب العلمانية. هل وضع السيف على رأس أردوغان وقالوا له كن علمانيا؟ هو الحاكم الدولة الحين، لما صار الانقلاب دمرهم كلهم، يعني عنده قوة، لكن هو يرى الفكر هذا، هو يرى هذا منهجه، هو ما يرى غير ذلك. فلماذا هذا التلبيس؟ لماذا كل هذا الاختراق للعقل السعودي؟ لماذا كل هذا الاختراق للعقل السعودي؟ لماذا؟ لأننا نحن صمتنا وتركنا هؤلاء يعبثون في العقل السعودي، يعبثون سنين عن طريق التأصيلات الباطلة والمؤلفات والقنوات وغير ذلك. أين جهد الدعوة السلفية؟ أين جهد دعوة التوحيد؟ أين جهد أهل العلم وأهل السياسة وأهل الثقافة ومن معلمين وأكاديميين وصحفيين وغيرهم؟ أين جهد لمواجهة هذا التيار؟ هذه ثورة في الأفكار سوف تقود إلى ثورة في الشوارع. إذا نجحت ثورة الأفكار فقدت المشروعية عند الناس فتركوك بالشارع للثوار. وهذا الفكر اللي مقام عليه مالك بن نبي، وهذا معنى الثورات.
أنك تقيم ثورة في الأفكار، فإذا نجحت ثورة الأفكار وتخلوا عن ثوابتهم تأتي ثورة الشارع. حتى العسكري ما يرفع السلاح ضدهم، لأنه خلاص يرى مشروعية هذا أو يخاف من مواجهة هذا، يرى أنه خطأ المواجهة. لماذا نترك العقل السعودي مفتوح؟ وإذا أراد هناك أناس أن يقوموا بهذا الدور، ضعفاء MBC وغيرها، فساد وخلاعة وإعلام فاسد، يزيد العقل فسادا ويزيد العقل ضعفا أمام الدعوات القائمة. إذا لابد من الحفاظ على الدعوة السلفية والمواجهة. بارك الله فيكم. مجموعة نايف بن خالد الإعلامية، بيان الحقيقة هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.